ده ممكن يكسبك حسنات كتير قوي، وممكن يشيلك ذنوب كتير قوي وحياتك تبوظ بسببه. حاجة واحدة استفدتها من انك عمال تشير وتبعت للناس وتتاجر بشرف ناس تانية عشان تاخد اللقطة. ليه وصلنا بالتفكير للمرحلة المتدنية قوي دي، اللي هو بقيت ايه يعني؟ بقيت الجامد قوي اللي معاك الحاجة دي بقى وهتبعتها لكل الناس. ما استفدتش اي حاجة، بتاخد ذنوب وغيرك بياخد ذنوب، وكأنك عملت الذنب اصلا. يعني انت عمال تشير وتبعت، الوحش وحش لنفسه والحلو برضه حلو لنفسه، وانت مش حاكم في الدنيا دي. هي حاجة ما ترضيش ربنا، حاجة مش صح، مش علشان رصيد سترها خلص يقوم يديلك الحق ان انت تنشر الفضيحة. والكلام مش عن الموضوع ده بس، مش عايزة بس اقول اسماء، لان بصراحة الموضوع واخد حجم كبير قوي، واخد حقه في الفضيحة والشهرة. ممكن رصيد سترك ينكشف على الملأ، عادي جدا جدا يحصل مع اي حد مصيبة. تخيل انت كده يلي عمال تنشر وتنزل وتبيع مش عارفة ايه في الكلام الفاضي في المحرمات او في حاجة شبهها، ايه وضعك؟ هتحس بايه؟ احساس طبعا ما يتوصفش. راجعوا نفسكم تاني، واللي عمل حاجة غلط يصلحها. يعني لو في ايدك تصلحها صلحها، ديليت، ما تبعتش لحد حاجة. راعوا مشاعر الناس. هي طلعت وحكت وقالت القصة وما فيها، وكلنا عارفين الحرام من الحلال، واحنا اللي بنختار. بس ما تتاجرش بشرف حد، وافتكر ان اللي بيفضح حد ربنا بيفضحه. ومن ستر مسلما في الدنيا ستراه الله يوم القيامة. يوم القيامة بقى لنا ان شاء الله كده مكشوفين، وربنا يسترها عننا جميعا.